فما أحوجنا في هذا الزمان وكثرة هذه الملهيات وبخاصة هذا الجوال إلى أن نعرف قدر القرآن ومكانة القرآن ومنزلة القرآن العظيمة، حتى نعظم القرآن ونعنى به ويكون له من حياتنا النصيب الأوفى. ولو أن هذا الإكباب على الجوال نظرا إليه كان نظرا إلى القرآن كيف كانت حياتنا؟ نعم، لو كان هذا النظر والإكباب على الجوال الذي هو حال كثير من الناس، لو كان بدل ذلك نظر إلى القرآن وتأمل في القرآن وتدبر في القرآن، لكانت حياتنا من أطيب ما يكون زكاة وصلاحا واستقامة وهداية. لكننا استبدلنا الذي هو أدنى بالذي هو خير، وضيعنا وفرطنا وقصرنا وأهملنا